هلا والله شباب، شلونكم؟ شازين معكم اخوكم ايهاب من قناة ايهاب اند جيمز. رجعنا لكم فيديو جديد عن كلاش رويال، واليوم راح نتكلم عن التحديث القادم بكلاش رويال وعن السنيك بيك الجديد اللي اعلنت عنه الشركة اليوم. السنيك بيك اليوم راح يتكلم عن اضافة تحدي جديد اللي هو تحدي الكينج كاب. الفكرة من هذا التحدي انك راح تقدر تلعب بجميع البطاقات الموجودة داخل اللعبة، لكن الفكرة انك ما راح تقدر تختار استراتيجية، راح تطلع استراتيجية امامك ببداية المباراة، يعني استراتيجية عشوائية من اختيار اللعبة حسب ترتيب 60 الاوائل على العالم، او ربما شيء ثاني مثل ما لاحظنا في الفيديو. تطلع امامك الاستراتيجية لأول مرة تشوفها، وتختلف استراتيجية من مباراة الى اخرى. وبخصوص المستويات، مستويات البطاقات راح تكون مثل ما موجود عندك بدون تطوير. يعني مثلا انت مطور، نقول الساحرة مثلا الويتش مطورها ليفل 3، وانت عندك بطاقاتها كاملة تقدر تطورها ليفل 4، لكن ما عندك فلوس. راح تطلع عندك الويتش ليفل 4، يعني متطورة بحسب عدد البطاقات مو حسب تطويرك انت. هذا التحدي راح يكون مجاني في المرة الأولى فقط، لكن عند محاولة الثانية راح يكون ب5 جواهر. موعد إطلاق هذا التحديث راح يكون بالشهر القادم، وأيضا راح يكون مع إطلاق البطاقات الأربعة اللي أعلنت عنها الشركة سابقا، اللي هي بطاقة التورنيدو الإعصار اللي ظهرت بالتسريبات، وتأكدت إنه الشركة راح تطلقها وياها بطاقة ليجندري، وبطاقة الإيبك الثانية اللي هي راح تكون نفس بطاقة الاستنساخ اللي موجودة في كلاش اوف كلانس، لكن تأثيرها راح يقتصر فقط على الجنود. وأيضا بطاقة الكوماند اللي راح تكون نفس البربري، لكن ليفل، يعني شلون نقول، البربري مطور بهاي الفكرة. وأيضا ساحر الزاب، وراح يكون مفعول هذا الساحر نفس ضربة الزاب، إلى نفس الضربة. وهذا آخر خبر نزل من الشركة وبآخر سنيك بيك، ولهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. إلى اللقاء.